ركلات الترجيح التي تبدأ في أرضية الملعب، والبداية مع القادسية. حارس المرمى خالد حاج عثمان في المرمى في مرمى وفي عرين نادي الاتحاد، والبداية مع من؟ مع بدر المطوع والكرة وركلة الجزاء وخليل جلال مع المساعد. هناك رضا كمارنيفار والكرة الآن، أو حسن كمارنيفار والكرة الآن. بدر المطوع وخالد، كرة، الله، جول في أرضية الملعب، وركلة الجزاء الأولى سجلت من قبل اللاعب بدر المطوع، وبالتالي أصبحت النتيجة الركلة الأولى 1-0. ركلة كانت ناجحة من قبل اللاعب بدر المطوع في أرضية الملعب، بالتالي هنا الركلة الترجيح الأولى للاعبي نادي الاتحاد. يعني الركلات الترجيح دائما يبغي لها ثقة كبيرة، بالتالي ركلة الترجيح القادمة ستكون للاعبي نادي الاتحاد السوري. الاتحاد والكرة ونواف الخالدي، وكرة، جول. عمر حميدي بيسجل هدف التعادل 1-1. الآن ركلة الترجيح الثانية، يعني الثقة كبيرة لدى اللاعب اللي راح يسدد ركلة الجزاء. نابليون سئل كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ أجاب قال: من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. إذن هنا الكرة الآن، وهنا الآن في أرضية الملعب، والمحاولة التي تأتي من سعود المجمد في ليزر يأتي على حارس الاتحاد السوري. الكرة الآن المجمد، والكرة جول الكرة الماضية، يعني هدف يأتي لمصلحة نادي القادسية الكويتي من الركلة الترجيح الثانية، بالتالي الركلة الترجيح الثانية لمصلحة نادي الاتحاد السوري في أرضية الملعب. ركلة الترجيح الثانية في الاتحاد السوري في أرضية الملعب ستكون، أشاهد اللاعب أيمن صلال على ما يبدو هو اللي راح ينفذ ركلة الترجيح القادمة. بالتالي نواف الخالدي أيضا حارس يشتهر في صد ركلات الترجيح، أو هذا على ما يبدو. نعم، أيمن صلال، والكرة الآن أو طه دياب، كرة جول الكرة الماضية. نعم، رغم أن الكرة لامست يد حارس المرمى، يعني المرة الثانية، الكرة الأولى لامست يد حارس المرمى نواف الخالدي، وهنا تلامس أيضا يد نواف الخالدي، بالتالي الكرة الماضية كانت من طه دياب هناك في راس الخطيب. الآن الكرة تبقى سورية، نعم، بأقدام اللاعب السوري في راس الخطيب، يحاول أن يسجل في مرمى خالد حاج، ولكن الكرة لوين؟ نعم، الكرة جول. ضاعت من فراس الخطيب. شوف الإعادة، شوف الكرة، والكرة ما كانت قوية، وشوف الكرة، بالتالي لعبها فراس، وبالتالي صدها حارس المرمى. من المتجه في الكرة هذه على ما يبدو وعلى حسب الأمور، أعتقد نعم الركلة الترجيحية الثالثة لنادي الاتحاد وصلاح شحرور. صلاح في هذه الكرة، وكرة جول 3-2. أو هذا عبد القادر دكة يدك الجباك الكويتية القدساوية ب3-2. إذن هنا الأمور، الركلة الترجيحية الرابعة. فهد قاذفة الصواريخ، فهد إبراهيم قاذفة الصواريخ، RPG ما شاء الله عليه،
لاعب له مستقبل كبير مع منتخب الكويت في هذه الكرة 1.89 سنتي، والكرة الآن مع فهد إبراهيم. ماذا عساهم أن يفعلون وماذا عساهم أن يحاولون أن يقلبوا الطاولة؟ نعم الأمور هنا لدى القادسية في الركلة الرابعة جول. الاتحاد السوري يقترب، الاتحاد السوري بده البطولة من حلب من سوريا. الله، الكرة الماضية ضاعت، فهد ضيع ركلة الجزاء. بالتالي مين المتقدم؟ رضوان قلعجي. القلعة الحمراء مع رضوان قلعجي ستكون حصينة إذا ما سجل الكرة. نعم قلعجي، نعم، والكرة الآن قد تكون الأخيرة. إذا سجلوا الجول خلاص سيكون الاتحاد بطلا لهذه البطولة. جماهير كبيرة حضرت، وركلة الجزاء الرابعة وقد تكون الحاسمة. من المتقدم؟ يلا يا أباضاي، يلا يا زلمة، يلا يا أباضاي في هذه الكرة. شو بدك، تسجل جول ولا ما تسجل تحسم، والكرة جول. الاتحاد السوري يفوز ببطولة كأس الاتحاد السوري. نعم، في هذه البطولة لأول مرة في تاريخها 5000 يتفوقون على 55,000 بالتالي 5 وخميسات وركلات الترجيح في أرضية الملعب. نعم، انتهت سوريا لدى الاتحاد السوري بعد أن انتهى الوقت الإضافي بتعادل الفريقين 1-1. وبالتالي الفرحة ستكون هنا في أرضية الملعب. سوريا مع خيبة أمل كويتية، وللجماهير الحاضرة في أرضية الملعب مبروك لسوريا، مبروك لنادي الاتحاد السوري. نعم، الجماهير التي حضرت في أرضية الملعب كانت ولا تستحق أن تخرج منكسة الرؤوس، لكن عالم كرة القدم لا يعرف المستحيل، فالمستحيل الذي يحصل في أرض الملعب. نعم، يحصل في أرض الملعب أن تنقلب الطاولة. كرة القدم غدارة مكارة، قول عنها ما تقول. الحزن في أرضية الملعب والأوساط القدسوية الحزينة، وهنا الفرحة الاتحادية من جانب صور الرئيس بشار الأسد التي تظهر، والفرحة الاتحادية. نعم، الأباضاي سجلها، نعم، على الصفصافة. الاتحاد ما كان بده الوصافة، وهو الآن شو اللي كان بده الكاس.